بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وبسعاده وكل حاجه حلوه يا رب. انتوا النهارده بتقولوا ايه في ايه الموضوع دوت وايه الدبكه دي وايه الحاجات دي؟ الحاجات دي هتعرفوها دلوقتي وتعرفوا اسرارها وتعرفوا اسرار في اخر الحلقه. في كنز هيطلع، الكنز ده انتوا هتعرفوه، بس ايه، استمروا معانا لاخر الفيديو وانتوا تشوفوا الكنز. واللي هيشوف الكنز هيقول لي يا ريتك والنبي تبعت لنا من الكنز ده، عايزين حته من الكنز. بس الكنز ده على فكره ما بيطلعش الا للغاليين، لان الكنز ده من زمان بتاع الاجداد، من يعني هو متعان كده يعني ايه من 50 سنه وبيقعد يعني ايه ملوش فتره اللي هو بيبوظ فيها ولا بيخسر فيها ولا اي حاجه خالص. لا، ده مدى الحياه، مدى الحياه طول ما انت عايشه هو موجود. وكل ما اقول اوصي احفادي واوصي مرات ابني اقول لها ايه، اوعي تدي لحد ما اموت من الحاجه دي. تقول لي حاضر يا ماما، حافظه عليها ليكي ولعيالك، حاضر يا ماما ماشي. تقوم قايله لي إيه بس يا ماما لو حد طلب مني حاجه، اقول لها برضه يا بنتي ما يمنعش، يعني ايه اديلهم برضه ايه حاجه، بس ما تديش كتير يعني يعني بيقول لك على لسان ولا تنساني، يعني اي حاجه وخلاص. نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى يا حلوين نبدا. الكل بيقول تفريزات رمضان تفريزات رمضان وعمايل رمضان. انا بقول لكم رمضان ده شهر في السنه، يعني نقعد نفرز لرمضان ونعمل لرمضان وبقيه السنه نجوع اللي في البيت ونقول لهم اتصرفوا انتوا مع نفسكم، احنا كفايه عملنا لكم شهر في السنه. يا جماعه ما ينفعش يا جماعه، السنه كلها رمضان، والسنه كلها اعمال خير، والسنه كلها صدقات، والسنه كلها احسان، والسنه كلها صله رحم وبر، وكلنا نحب بعض. اهم حاجه الحب، لو في حب كل حاجه تبقى جميله. في كره وفي اعوذ بالله شياطين في المكان، الناس بتكره نفسها. الحب ده بيجيب كل حاجه حلوه وبيخليك نفسك مفتوحه اللي انت تعمل وعندك امل في الحياه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لو اخر يعني لحظه كده وهتقوم القيامه، لو البني ادم في ايده فتيله يغرسها، واي بني ادم عنده افكار حلوه يفيد بها الناس ويعلم الناس ما يبخلش، لان ايه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. انا دلوقتي يعني فيها افكار في دماغي وفي حاجات في دماغي طول السنين محتفظه بها لنفسي وبعلمها للي معايا في البيت. يعني علمتها لمرات ابني، علمتها لاحفادي. انا عندي حفيدتي في ثالثه ابتدائي بقعد اقول لها تعالي يا ريماس جنبي اتعلمي دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي. ماما تقول لي يا ماما انت هتتعلميها حاجه المطبخ من دلوقتي؟ اه يا حبيبتي هعلمها من دلوقتي عشان تطلع متعلمه. اما اجي اقول لها خش المطبخ تبقى هي واخده على كده ومتعوده على كده. احنا اتربينا على كده، احنا اتربينا على كده واتنشأنا على كده. فاحنا عايزين الاجيال اللي طالعه مفيش حاجه اسمها دليفري، مفيش حاجه اسمها اكل من بره. انا ما اضمنش اللي عامل لي بره ده عامله لي ازاي. فاحنا دلوقتي هنشوف حاجتنا في البيت بتاعت مش شهر رمضان، بتاعت طول السنه، اللي مفروض كل موسم تبقى موجوده في الفريزر عندنا وموجوده في ثلاجتنا وموجوده في كل بيت مصري. ابسط حاجه اللي انت تعرفي معكيش فلوس دخل عليكي حد تعرفي تصرفي نفسك وتطلعي. عايزه روح يلا اجيب حاجه ساقعه من بره، لا مفيش كلام من ده. حاجه ساقعه ايه؟ انت اتصرفي واعملي. عايزه مثلا تعملي حاجه حلوه، انا اتصرف واعمل. فدلوقتي ايه، عشان ما اطولش عليكم نخش بقى في موضوعنا بقى ايه. بسم الله ما شاء الله. انا مش عارفه اقول لكم بالحلو ولا الحادق. عامه احنا اللي ربنا يقدرنا عليه هنبدا بيه دلوقتي. نبدا بالايه، بالحاجه الحادقه الاول. ده يا جماعه بلح. البلح ده كان عارفين البلح الاصفر اللي بيتباع زي الاحمر اللي هو البتاع دوت اللي بيقولوا عليه زغلول، ده بيبقى كان اصفر كده. البلح ده بيرطب وبيطلع منه رطب. نقطته وطلعت منه كميه حلوه محترمه وقمت عاملاه في اكياس وحطاه في الفريزر. هي كده متفرطه، يعني انا مطلعه لسه قدامكم دلوقتي من الفريزر، مش جايباه من بره يعني وبفرجه لكم، لا من الفريزر. وبصوا البلحيه بسم الله ما شاء الله، الله بسم الله ما شاء الله. دي بقى بتتباع كيلو دلوقتي ب 60 جنيه وب 50 جنيه. انا مخزناها واعوذ بالله من كلمه انا ب 10 جنيه. فيها ايه؟ اما اجي واقوم عامله كده
وجيت برضو على البلح الاصفر سبته، اللي عايز ياكله اصفر ياكله، سبته برضو مرطب كده، وكانها برضو ايه حبه منه ايه في الاول يعني. وعملت كذا شنطه بحيث بقى ايه اكل سن بقوا طيبين في رمضان، احطه في اشطفه واحطه في لبن ساعه الاستعمال. ما عنديش لبن افطر عليه سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام 3 بلحات. فاحنا ايه ده اول حاجه. طيب بسم الله ما شاء الله. تاني حاجه عندك مانجا. المانجا كانت السنه دي رخيصه جدا، وكان بسم الله ما شاء الله ايه تمنها رخيص قوي يعني. يا رب ذكرني بالاتمان. وبرده حاجه فاتت عليها فتره يعني حوالي، انا جايباها جمله كان ب 8 جنيه. عندنا سوق كده جمله احنا في حلوان على فكره، ودي ب 8 جنيه جايبينها منه. خزنت منها، انا ما بحبش اقطعها، لما بتتقطع ريحتها بتضيع، وتتعمل في اكياس ريحتها بتضيع. لما تحتفظي بالمانجايه كده بحالها، المانجايه دي بقى ايه تدنها معاكي، وانت بقى ايه عارفه بقى مقدار اللي انت عايزه تعمليه. عايزه تعملي كوبايتين عصير، هي كفايه مانجايه. دخل عليك ضيف اشطفيها على طول. عايزه تفككيها بسرعه، حبه ميه سخنه. تيجي مثلا ايه عايزه تعملي كميه كبيره، زودي ضعف الكميه. يبقى انت دلوقتي عرفتي ايه مقدار اللي انت هتعملي كوبايتين. تيجي تاني حاجه الليمون. الليمون بقى، الليمون ده كل حاجه بنحطها فيه وبنستخدمها فيه يعني جميل، استخداماته جميله. انا مش عايزه اقطع الشنطه عشان خساره ان الشنطه تتقطع، مش بخل مني، بس ايه حرام اي حاجه دلوقتي تتهدر. احنا دلوقتي بنتعلم مع بعض اللي ازاي بقلل الامكانيات. خلي بيتك ده مملكه، خلي اللي يخش عندك يقول ايه الست دي. ده احنا عمرنا ما دخلنا عندها ولقينا ما تقول ما فيش حاجه عندي، لا ده بكرم ربنا كل حاجه عندها بفضل ربنا، ومشرفه جوزها ورافعه راسه، وجوزها ما بيقولهاش ايه اعملي ايه وسوي ايه، هي اللي من نفسها كده مدبره امور بيتها ومدبره. دي شطاره الست المصريه. الليمونه دي بقى يا جماعه بنيجي عايز ايه في الموسم ما يغلى الليمون. فاكرين في سنه الليمون وصل ل 100 جنيه؟ إيه طب وليه بقى نوصله ل 100 جنيه وهو كان اصلا بيتباع ب 3 جنيه جمله؟ نجيب ايه المشكله لما نجيب كام كيلو ليمون ونحدفهم في الفريزر، ونقوم جايين إيه نفكك الليمونه كده بره كده بحبه ميه ولا حاجه، ونعصرها على سمك، نعصرها على سلطه، نحطها في شفشق الخلاط وبحبه ميه ساقعه كده بعود نعناع ونعملها. خلصنا من ايه؟ من البتاع دوت الليمون ده. بسله برضو مفرزينها. البسله دي يا جماعه تقشريها ما تغسليش، اوعي تحطي الحاجه في ميه. لو حطيتيها في ميه انت كده بتخليها ليها ريحه وتبقى ايه زي المكمكمه. اوعي تحطيها في ميه. برضو فراوله، برضو الفراوله دي على فكره انا ما خزنتش لسه السنه دي من الموسم اللي فات، اللي انا بقول لكم نعمل منها مربى ونعمل منها عصير. دي باميه. الباميه دي مخزناها، هي ما رخصتش فعلا السنه دي، كان الكيلو بحاجه و20 جنيه ب 22 جنيه ولا حاجه. مفيش مشكله ان انا ايه اجيب 2 كيلو كده واحدفهم في الثلاجه ينفعوني. مش في رمضان، قلنا مش في رمضان، السنه كلها رمضان. رمضان بيعلمك 11 شهر، هو ربنا جايبه في السنه شهر تتعلمي فيه مبادئ ال 11 سنه. تيجي تاني دي صلصه، والقطه رخيصه برده مفيش مشكله. انا جايبه لكم ايه كميات يعني، ما جبتش كل اللي في الفريزر، فضيته لكم ووريته لكم. انا بوريكم ازاي نعمل حاجتنا. دي مثلا ايه دي قطه عندي مصلصاها، وعندي القطه مستويه وهتبوظ مني، لا ما بوظ اعملها واصفيها واديها ايه غلوه على البوتاجاز. بس علشان ما بوظت الخلاط اعمل ايه بقى؟ اغليها غلوه على البوتاجاز واسيبها تبرد واضربها في الخلاط وبعدين اصفيها، تبقى كده مصلصه، واحط لها حبه زيت وحبه بابريكا. دي الماده الحافظه بتاعتها. دي بقى يا جماعه كيس شوربه بتاعت بط بتاعت فراخ. احنا اليومين دول بقى ايه اللهم صل على النبي ايه البط والفراخ والحاجات دي بتبقى قليله في البيوت. فانا طبعا عايزه اعمل حبه محشي ولاد نفسهم فيه، فبخير واقول لهم اعمل لكم محشي بس قرداح. طب اعملي يا ماما. طب ماشي يبقى عندك الشوربه. عايزين حبه مكرونه بشوربه، ماشي عندنا حبه شوربه. عايزه اعمل اي حاجه، عايزين شوربه خضار، حاضر عندك الشوربه طالعه من شوربه خضار. يبقى ايه ما تترميش برده الشوربه. شوف وصلت لايه اللي احنا ما نرميش. تيجي هنا بقى ايه انت تضطر ان اقطعك معلش، سامحني بقى يا كيس. ده قشر برتقال. طب انت يا ماما هي امان بتعملي قشر برتقال بتخزني بنخزن قشر برتقال. بنخزن قشر برتقال ده كنز. قشر البرتقال ده كنز. نخزنه بقى ليه؟ ده بقى اللهم صل على النبي تحطيه في كيكه، بدل لما انت تحطي فانيليا لا حطي قشرتين كده وما بيتغسلش برده. انت بتبقى غاسله البرتقال قبل ما بتقشريها وبتقومي من الشفاه وبتقومي حطاها. تيجي تقومي جايه مقشره وعاملاها كده وتقومي حاطه قشرتين مع البيض عشان ما يبقاش فيه زفاره.
تقومي بسم الله ما شاء الله صينيه الكيكه منها تبقى صفرا ومنها ايه اللي تبقى دي. خلاص خلصنا من البرتقال. ماشي خلصنا من ايه؟ من الحاجات دي كلها. بسم الله ما شاء الله. ادي ايه؟ حبه افكار على مدار الاوقات اللي احنا هنسمع بعض فيها ونشوف بعض فيها هنتعلم. واحنا ايه؟ لازم كلنا نتعلم من بعض، ومفيش حد كبير على العلم على فكره. انا لغايه وقتنا هذا اما بشوف اي حد بيوريني اي حاجه، طب والنبي بتتعمل ازاي؟ طب علمني وما بستكبرش. وعلى فكره من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بدلنا اقول طول العمر ايه فلان ده علمني الحاجه دي وابقى شايلها له. ده برده البرتقال لما نيجي نخزنه قشرنا البرتقال. طبعا مش هقول لكم ايه تقشير البرتقال ازاي واقعد احور معاكم واعمل واضيع في وقتكم. هي بتتقشر كده، ممكن تقطع بعد ما تقشريها تقطعيها على 4 ارباع، لا تقطعيها كده طرنشات وتحطيها في كيس وتقشري عليها جزر وايه وتحطيها دي. ادي العصير. خلاص ادي الحاجه دي خلصنا منها. جينا بقى ايه للمفاجاه الكبيره. ده الكنز بقى اللي ايه عمال اقول لكم عليه. في واحده حبيبتي بتيجي من المنوفيه بتجيب لنا جبنه، فقالت لي ايه يا ماما هيام الجبنه دي فضت مني، فانا عارفه انت بتحبي الجبنه القريش. قلت لها يا بنتي انا خزنت والفريزر عندي الله اكبر اتملى ما عادش عندي مكان. طب هعمل ايه عشان ما احرجهاش؟ قلت لها طب بصي والله ما مرجعك، ما دام جيت لغايه بيتي هاخدها منك. طب اعمل ايه؟ ادي الكنز بقى اللي بقول لكم عليه اهو. ده بقى بتاع الاجداد. ده انا بقى ورثته من الاجداد. ده اللي بيقولوا عليه ايه السر كله فيه. ادي الزرعه بتاعتنا. هنعمل ايه بقى في المفروض اللي تحديق الجبنه بيبقى في طوبه في شهر طوبه. احنا بقى طبعا ايه جات لنا حاجه من باب الله هنقول لها لا، فان شاء الله بامر الله ربنا مش هيخلي الحاجه دي تبوظ، عشان احنا جبرنا وجبر الخواطر ده مهم. جبرنا بخاطرها وخدناها منها ما رجعناهاش. هترجع بالمنوفيه تاني بالجبنه فخدناها منها. بصوا يا جماعه ادي احنا سقطنا ايه الجبنه بتاعتنا. بسم الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله. سقطناها. الزلعه بتاعتنا ايه مفضيينها وناشلين الجبنه اللي هي القديمه عشان هي اللي هتتاكل في الاول. والجبنه دي على فكره بتقعد السنه ما تفتحيش عليها. اوعي تفتحي عليها لا قدر الله تدود منك. واوعي تكون ايدك مبلوله. دي برضو حبه ارشادات وحاجات انا بقولها لك. ايدك مبلوله بوظتي حاجتك. نشفي ايدك قبل ما تحطيها. وانتي اللي تبقى ايه عارفه مين اللي بيستعمل الحاجه معاكي. يعني مش 100 ايد في الحاجه دي بالذات عشان تدنها عندك وما تخسرش. خلصنا ايه ان شاء الله جبنا القريش. معلش اوعوا ان انا اكون تقيله عليكم. انا بفيدكم بافكار يعني، ويا رب تكونوا بتستفادوا مني بافكار. حتى لو كل مره معلومه مفيش مشكله. اديكم ايه بتطلعوا كل ايه مره بمعلومه مش وحش. على مدار الايام هتتعلموا حاجات اكتر واكتر. ده بقى يا جماعه شرش عايزه ازود بيه المش ده. المش ده عايزه ازوده بيه. طب اعمل ايه بقى في الشرش ده؟ اغليه ما احطوش كده. انا هعلمكم برضو في ان شاء الله ايه اللي هي عمر في الدنيا في وقت طوبه اللي جاي. انا كان عندي مرطه بس للاسف مش لاقياها، مش اللي حد كلها، لا بتحط تحت حاجه ومش عارفه اوصل لها. بصوا ده ملح. الملح ده خشن مش ملح ناعم. وشطه ماشي. ده ايه بنحطه كل ما تحدقي المش بتاعك. مش تحدقيه اللي يعني الناس مش هتعرف تاكل منه، لا. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. فين الشطه؟ دي الشطه. يا رب ما نعطس. بسم الله الله اكبر الله اكبر. مش كتير الله اكبر اهي. ندوب عشان ايه لا ربما ايدينا نحطها في عيننا، نحطها في حاجه بقى ايه ما نستعملش ايه ايدينا في الحاجات دي. عشان الحاجات دي ايه ممكن تحسي بتعب بايديكي فيها بعد كده، لانها بتبقى شايله ملح كتير وشايله حاجات كتير. دوبناها اهيت. نيجي بقى ايه مش نحطها بقى في الزرع مباشره، لا نحطها على المش بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله. ادي اهي اتحطت اهي المش اهو. وندوبها كده. بصوا بقى انا كنت ناشله بقى ايه قبل التصوير حبه جبنه عشان بقى ايه ما اقدرش ان انا ايه ادني او اقعدكم فتره كبيره تتفرجوا بتاع فايه وهوريها لكم دلوقتي. الجبنه بتاعتنا دي من السنه اللي فاتت، ودي قماشه بتبقى فيها ايه اللي هو ملح زي ملح ليمون كده، بيبقى دواء اسمه دواء للمش. احنا بقى ما نقدرش نحط بقى دلوقتي ايه دواء للمش الا بعد ايه اسبوع. ما ينفعش وانت مسقطه كده تحطي بقى ايه بعدين. ادي اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا انا كان المفروض ان انا ايه افضي بكوبايه، لكن انا عشان
متمرسه يعني في الحاجات دي، فبالنسبه لي مفيش مشكله. اهو اهو اهو، بسم الله ما شاء الله. اهو، يا رب زيد وبارك في كل بيت مصري، وكتر الخير عند الناس كلها، وزود الخير. انا اقول لكم يا جماعه سر في تزويد الخير في بيتكم، اللي انتوا كل بامر الله تيجوا تعملوا اي حاجه تقولوا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. على فكره مش كلام والله العظيم انش ولا حاجه، ده كلام. وبتصلي ركعتين الضحى واصبع عليهم، انت مش هتحتاجي حد اللي هو ايه، دي الرسول وصى السيده فاطمه بيهم، مش هتحتاجي حد يساعدك، انت ربنا اللي هيساعدك ويقف معاكي. بس ما فيش مانع برضه لو عندك حد يساعدك، مش بقول لك كده لا يعني، بس انت مش هتحسي باي تعب. وعايزه بقى البركه تكتر في بيتك، اللي انت بقى ايه تقولي بقى ايه، الى في قريش الى فهم، تقولي الصوره دي في كل تجهيز اكل، هتلاقي نفسك ايه بسم الله ما شاء الله زي الفل. رجي بقى الزلعه بتاعتك كده ماشي، بسم الله ما شاء الله اهي. تيجي بقى ايه تقفليها اهي، عاملين لها كيس من برضه اثري، مش ما بنعملوش، قفلناه بسم الله ما شاء الله. انت بقى كده ايه مع السلامه، ان شاء الله نشوفك السنه الجايه. اللي حبه جبنه قديمه بقى ايه طلعناها لكم تشوفوها، دي بقى ايه الله اكبر بسم الله ما شاء الله. بصوا السر بسم الله تبارك الله. ايه رايكم بقى في الست المصريه؟ يا رب كل اللي يدعم قناه ماما هيام يبعت لي ويقول لي رايه ايه في المحتوى، وفي نفس الوقت يوميات ماما هيام دي بتعجبكم ولا تقيل عليكم ولا ايه، يكلمني كده ايه. واهم حاجه دوسوا على زر الجرس وتفاعلوا معايا بحيث يوصل لكم كل جديد. وعايزه برضو ايه، في ناس بعتت لي كلمتني من دول عربيه وقالت لي المحتوى بتاعك جميل، يا ريت تستمري فيه، ان شاء الله بدعمكم هستمر. ادي يا جماعه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الجبنه اللي بتتباع في السوق دي على فكره مش جبنه قديمه، ده جبنه ومحطوط عليها لون. افتحي حته الجبنه كده بسم الله ما شاء الله، بصوا زبده ولونها عامل ازاي، افتحيها كده اهي، بصوا صفرا وعامله ازاي. التانيه بقى تفتحيها تلاقيها بيضه من جوه وعاملين لون. الريحه بسم الله ما شاء الله، مش هقول لكم بقى على الريحه وعشان ما مش هجوعكم كل مره واقول لكم. ومع السلامه واشوفكم على الف خير.